حنا كاملين كنسمعوا الصيف كنبداو نتخيلوا الحراره وشي باراسول وكرسي قدام البحر وكتخوي همومك على المواج وطالق شي ديسك ديال بلال وكتقول الصيف والبحر ماما ومع حبيبتي ويلي ويلي. ولكن ماشي هذا هو موضوعنا. نرجعوا للصيف. الصيف واحد من احسن الفصول بالنسبه لنا كاملين وفيه كلشي كيكون مثالي. كاع اللي كان كيدير شي حاجه كيساليها في هذا الصيف وكيبقى ليه الصيف خاوي. يقدر يسافر فيه، يقدر يمشي فيه للبحر، يقدر يمشي فيه للحفلات وكيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج كيكونوا غير في فصل الصيف صافي. بحال البحر اللي فين ما كيجي الصيف كتلقاه مبلبله ديال بصح. داكشي علاش بما انني جيت لاكادير وتساريتها مزيان غادي نعطيك احسن 5 ديال الاماكن اللي الا جيتي لاكادير وما مشيتيش لها تكون ضيعتي عليك نصف حياتك. وماشي بالضروره تمشي لها بوحدك، تقدر تمشي لها مع صحابك ولا حتى مع العائله ديالك وغدوزوا فيها وقيته زوينه وتما غتاخذ تصاور اللي غتبقى من احسن الذكريات ديالك. داكشي علاش ما خصناش نطول عليكم وخلينا نبداو مع اول بلاصه. ونبداو باول بلاصه اللي هي باش معروفه مدينه اكادير واللي هي احسن اختيار تمشي ليه في هذا الصيف واللي هي البحر. شاطئ اكادير. الا جيتي البحر ديال اكادير وتبحرتي فيه وما خديتيش التصويره مع التحفه الفنيه الله الوطن الملك غتكون ضيعتي عليك احسن حاجه. وفي اي بلاصه كنتي واقف في البحر كتلفت الانتباه ديالك هاد التحفه الجميله اللي مكتوب عليها هاد العباره اللي كتمثل شعار المملكه المغربيه. فكنصحك الا جيتي لاكادير ضروري تزور هاد البلاصه اللي غتبقى من احسن الذكريات ديالك وبالاخص الا جيتي لها انت وصحابك ولا مع العائله ديالك. ثاني بلاصه اللي كتعتبر من احسن البلايص في مدينه اكادير واللي الا جيتي لاكادير ضروري خاصك تمشي ليها اللي هي تغزوت. القريه السياحيه العالميه واحده من اجمل الوجهات السياحيه في المغرب اللي خارجه على مدينه اكادير غير ب 20 كيلومتر واللي كيجيو لها السياح الاجانب من مختلف دول العالم. بلاصه واعره اللي كتميز بالبحر ديالها والمناظر الخلابه ديالها وفيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي وفيها غادي تدوز احسن وقيته مع صحابك. وحتى الا كنتي مع العائله ديالك فكنصحك ضروري تجيو لها في هذا الصيف. والبلاصه الثالثه اللي فريمون خاصك تجي لها الا جيتي لاكادير وادي الجنه اولا كيف ما كيقولوا لها باراديس. واحده من اجمل الاماكن الطبيعيه والسياحيه في اكادير اللي حتى هي كيجيو لها الاجانب من مختلف دول العالم واللي كتميز بالمناظر الطبيعيه الجميله. البلاصه اللي كيفضلوها بزاف ديال الناس بحالي عشاق الطبيعه. انا معك حروب الطبيعه ربيع. الا كنتي حتى انت كتبغي الهدوء والراحه النفسيه وبلاصه كان بعيد على الضجيج والصداع وبغيتي تدوز احسن وقيته مع صحابك ولا مع العائله ديالك في بلاصه بحال هذه اللي كتوفر على بزاف ديال الاماكن السباحه فكنصحك تجي لوادي الجنه اللي خارجه على مدينه اكادير غير ب 32 كيلومتر وفيها غادي تدوز احسن الاوقات. رابع بلاصه قصبه اكادير اوفلا. من اجمل الاماكن السياحيه هنا في اكادير. بلاصه اللي ما محتاج نهضر عليها بزاف اللي كتميز بالمآثر التاريخيه ديالنا واللي كتميز ايضا بالاطلاله الرائعه على مدينه اكادير. فكنصحك الا عمرك جيتي ليها فضروري خاصك تجي لها في هذا الصيف وفيها غتاخذ احسن الصور وغتاخذ احسن الذكريات اللي غتبقى معاك ديما. خامس واخر بلاصه اللي كنصحكم كاملين تجيو لها في هذا الصيف وتاخذوا فيها جوله واللي هي حديقه التماسيح. بلاصه فريمون واعره وغتعجبكم بزاف وكنصحكم تجيو لها نتوما وصحابكم ولا مع العائله ديالكم. بلاصه كتستاهل انك تجي لها. اي فوالا لي زامي كانت هذه لا فيديو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو واحد لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين بحالكم وبارطاجي الفيديو مع شي واحد صاحبك ولا شي واحد بغيت تمشي تزور نتا ويا هاد البلايص وتهلاو في راسكم.